يلا نسافر. تسألوني نورهان ايه اكتر حاجة بتحبيها في حياتك؟ ايه اكتر حاجة بتخليكي مستمتعة في حياتك؟ اقول لكم السفر. مره دكتوره سمية ناصر قالت ان في ناس اتخلقت عشان تسافر، هم ما يعرفوش يعيشوا الا وهم بيسافروا. بيتهيألي ان انا من الناس دي، لان انا السفر بيديني طاقه. يعني فكره اصلا ان انا بنتقل من مكان لمكان يعني بيديني احساس ان انا عايشه. انا بحس ان انا عايشه وانا في النص، يعني وانا في الطياره. فانا بحب الانتقال. فالنهارده هنوضب شنطه السفر سوا. هنوضب الشنطه الكبيره عشان انا الشنطه الصغيره بتاعتي اللي هي الكاري اون اللي باخدها معايا على الطياره دي قصه تانية، فيها اللابتوب والكاميرا ومش عارفه ايه، فيها حاجات كده كتير. قولوا لي برضو لو عايزين اعملها لكم، بس هعملها لكم في فيديو تاني. الفيديو ده هيطلع طويل جدا جدا. يلا نستمتع تحضيرات السفر اللي انا بحبها جدا، زيها زي السفر بالظبط. هنمينيمايز واحنا مسافرين؟ لا طبعا، السفر مش للمينيمايز اصلا. عامله مينيمايز ولا لا يا ناس يا متعلمه يا بتاعه المدارس؟ اقول لكم بقى شويه خطوات انا بعملها وانا بلم الشنطه عشان الحاجه توصل كويسه ونظيفه، لان انا عندي ايه، بحب الحاجات نظيفه ومرتبه ومنظمه وما انساش حاجه. فهقول لكم على شويه تيبس اند تريكس للسفر. اول حاجه هي على الشنط والهيلز. اولا انا بجيب دايما الوايبس بتاع وايد، ده مخصوص للحاجات الجلد، وانا معظم الشنط عندي جلد هي والهيلز. فبجيب الوايبس ده، سعره رخيص مش غالي، وبمسح بيه كل شنط ايدي. وبجيب الشنط دي اللي ممكن اكون انا اخدتها وانا اصلا بشتري الشنطه او الهيلز، وبحطها فيها اولا علشان لما يكونوا فوق بعض الجلد ممكن يتقشر، عشان برضو احافظ على الشنطه. وكمان بعمل نفس الشيء في الهيلز، بمسحها وبحطها كمان في الكيس بتاعها عشان ما توسخش الشنطه. بالنسبه بقى الاكسسوارز اللي هي انا كنت بعاني منها جدا قبل ما اجيب العلبه الكيوت دي. العلبه دي تقريبا انا جبتها من على ترانديول، وترانديول ده ابلكيشن بيوصل. انا اشتريتها وانا في الامارات. هسيب لكم الكود بتاعي هنا، اي حاجه عايزين تشتروها من على ترنديول، وكمان هدور لكم على اللينك بتاعها واسيبها لكم في الديسكريبشن. بصوا بقى العلبه الصغننه دي انا حاطه فيها كم حاجات قد ايه. اول حاجه اللي على الوش دول الحاجات الكبيره اللي الايدي، وهنا بقى هي متقسمه، هنا حاطه كل الخواتم، هنا حاطه السلاسل. وكمان انا بعمل ايه في الحلقان، بحطهم جوه زرار علشان ما يخشوش في بعض. شايفين يعني انا حطاهم جوه زرار كده علشان ما يخشوش في بعض ويبوظوا. كل حلق هتلاقوني كده حطاه في زرار. ده زرار عادي يعني انا واخداه من علبه الخياطه عندنا في البيت، وحاطه فيه الحلق كده مش بيخشوا في بعض خالص. ومش بقعد بقى اسلك الحلقان من السلاسل، لا هما بيبقوا منظمين. بقفلها وبفتحها بلاقيها زي ما هي لما بوصل. فالعلبه دي كمان بيتهيألي في واحده اكبر منها شويه انا عايزه اشتريها، بس دي يعني كافيه بالغرض لحد دلوقتي. طبعا كل ادوات الشعر برجعها في الاكياس بتاعتها اللي بتيجي معاها، فكلهم هحطهم في الشنطه بتاعتهم علشان ما يتكسروش. ونيجي بقى لاكبر شنطه واخداها معايا، وهي شنطه الميك اب. طبعا حاطه فيها نص الميك اب بتاعي اللي هنا في الدولاب. الشنطه دي كانوا مدينها لي هديه من سيفورا اللي في دبي مول، يمكن مثلا من سنه ونص. من ساعتها انا باخد فيها الميك اب، بحط طبعا فيها ميك اب كتير، بتشيل ميك اب كتير جدا جدا. هي كان معاها كذا شنطه تاني اصغر منها جواها كده، وكانوا مدينها لي دي عشان كنت مشتريه حاجات. بس بقى مش هوريكم ايه اللي فيها عشان ده ميك اب عندي بقاله كتير وفي حاجات كتير مقاطعه، فمش هوريكم الحاجات اللي جوه الشنطه دي. بس عامه انا باخد ميك اب كتير علشان انا بيبقى عندي شغل وتصوير وايفنتات، فببقى محتاجه يعني ميك اب كتير من اللي عندي معايا. ونصيحه، حاولوا كل حاجه صغيره ان انتوا تخلوها في علب او في اكياس. يعني مثلا انا دايما كانت بتضيع مني البنس والتوك بتاعه الشعر الصغيره، فجبت دي، كنت جايباها تقريبا من شي ان، كنت حاطه فيها الاول حاجات بتاعه الستيكر
ستيكرز وكده اللي للنوتس، وبعد كده فضيتها وبقيت باخدها وانا مسافره احط فيها البنس والتوك الصغيره بتاعت شعري عشان ما تضيعش. باي حاجه صغيره، لو انت محجبه مثلا وبتاخدي معاكي دبابيس، هاتي علبه صغيره كده وامليها دبابيس وحطيها في مكان اكبر، يعني في كيس اكبر منها مع باقي الحاجات عشان ما تضيعش منك. طيب سكين كير طبعا هاخد بالهبل لان انا بحب السكين كير، انتوا عارفين. انا عن نفسي هاخد فول سايز سكين كير علشان انا بقعد مده طويله في السفر، يعني مش سفريه بسيطه كده وراجعه بس. طبعا لو انتوا سفريتكم مثلا اسبوع او 5 ايام لحد 10 ايام مثلا، خدوا الترافل سايز مش الاحجام الكبيره، بس عشان انا قاعده مده شهور يعني فباخد الاحجام الكبيره وبتخلص اصلا معايا. طبعا لو هتسالوني عن الشنط اللي بنحط فيها المنتجات السكين كير والهير كير والحاجات الصغيره، انصحكم ان انتوا تروحوا ميني سو. دي انا اشتريتها من ميني سو اللي في مصر، ودي انا اشتريتها من ميني سو اللي في الامارات. ميني سو موجود في دول كتير جدا، فتقدروا تلاقوا كم شنط للميك اب مش طبيعي واسعارها حلوه وبتعيش. يعني انا دي بقالها كتير جدا عندي، بقالها داخله في 3 سنين وكويسه، يعني ما اتقطعتش ما اتقشرتش ما حصلهاش اي حاجه. فالشنط بتاعه الميك اب بتاعتهم تحفه، او الشنط اللي احنا بنحط فيها المنتجات. كمان عندهم المره دي ان شاء الله هشتريها الشنط اللي هي هحط لكم صورتها هنا، اللي هي بتقسم الهدوم. دي كمان انا عايزه اشتريها عشان ساعات بحس ان الهدوم متلخبطه كده في الشنطه، بس انا اصلا شنطتي اوريها لكم دلوقتي بقفل عليه الهدوم بسوسته، بس برضو انا حابه ان هي تكون منظمه اكتر من كده. فيلا بينا بقى نملى الشنطه دي. الاول سكين كير، هاخد التونر غسول، ده سبراي منعش كده للبشره، سيروم، وانا بجد بقيت بعشق المنتجات الكوري للبشره، حتى كمان الكريم مرطب كوري. وهاخد كريم للعين وسيروم للرموش ومرطب لشفايفي. طبعا مستحيل انسى حبيب قلبي صن بلوك، سيلر ووتر. وبيتهيألي كده خلصت الشنطه دي، لسه فيها مكان علشان احط شويه حاجات تاني. فهملاها بقى بشويه من الشيت ماسك والماسكات للايد والشفايف والعين، عشان انتوا عارفين انا بحب الحاجات دي قوي. بصوا بقى، في هاك انا بعملها كتير جدا، يعني مثلا دي القطن بتاع الميك اب، بعمل ايه عشان ما يسحمش الشنطه؟ انا مثلا عندي الشنطه دي واخداها معايا، هي انا حاطه ايديها جوه والباقي فاضي، فبحطها جوه الشنطه وكده هيبقى الحجم بتاع الشنطه متغيرش، وفي نفس الوقت خدت حاجات جواها، ولما هروح اطلعها من الشنطه. فممكن تعملوا الهاك دي مع قطن الميك اب، مع المناديل الوايب، يعني مع اي حاجه ممكن تخش جوه شنطه وما تغيرش حجمها. والنصيحه اللي بعد كده، ودي تعتبر لايف سيفر، يعني اي حاجه ليكويد انتوا شاكين ان هي مش محكمه الاغلاق او ان هي ممكن تطلع بره العلبه بتاعتها، استعملوا الاكياس دي، عارفينها بنجيبها، دي اكياس شفافه كده بلاستيك، بيجيبوها عندنا هنا في البيت، يستعملوها بيغلفوا فيها الاكل ويحطوه في الفريزر وكده. فانا باخد منهم شويه، واي حاجه انا شاكه ان هي هتدلق بربطها جوه الكيس. ولما بروح هناك كمان ببقى واخده معايا اكياس زياده عشان وانا راجعه لو حاجه برضو شاكه ان هي هتدلق. وتقريبا 90% من الحاجات اللي انا ببقى شاكه ان هي هتدلق او هتطلع براها فعلا لما بوصل البلد التانية بروح بلاقيها مطلعه جوه الكيس. او ما حطيتيهاش في كيس، كل ده هيطلع على الهدوم والجزم والشنط والشنطه كلها تبوظ. اي حاجه بالزيت، زيت لازم تحط، زيت للشعر، زيت للبشره، ممكن انواع سيروم برضو تطلع بره العلبه. اي حاجه انتوا شاكين ان هي اويل كده او ان هي هتطلع بره العلبه او الغطا بتاعها مش مقفول كويس، حطوها في كيس بلاستيك. تعالوا بقى اوريكم انا في الاخر نظمت الشنطه ازاي وننهي الفيديو. انتوا فاكرين ان انا هاخد الشنطه دي بس، يبقى انتوا غلطانين، لا انا هاخد واحده تانية زيها، فهم 2 بس هم شبه بعض بالظبط. ده انا سبته في الكيس بتاعه عشان ده حساس قوي كده وممكن يتقطع، ودي اللي انا حاطه فيها ملابسي الشخصيه وبس كده. تكون دي الشنطه، نكون وضبنا الشنطه سوا. هنقفل بس دي من هنا وبس كده نكون خلصنا. وخدوا بالكم ان انتوا ما تقلوش الشنط قوي، بالذات لو الشنطه بتاعتكم كبيره، علشان الوزن المسموح على الطياره. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. قلت لكم كده كام نصيحه عشان تعرفوا ازاي تنظموا شنطه السفر بتاعتكم كويس عشان ما يحصلش فيكم اي مقالب. قولوا لي بقى لو انتوا عايزين اصور لكم الكاري اون اللي بنطلع بيها الطياره، عشان دي فيها حاجات
ما ينفعش تاخدوها معاكم. اتاكدوا من التذكره بتاعتكم، هتجيلكم في التذكره في اخر صفحه كده الحاجات اللي ممنوع تطلع في الكاريون والحاجات اللي ممنوع تطلع في الشنطه الكبيره اللي هي بنشحنها واحنا في المطار. عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، واشوفكم الرحله الجايه. سلام.